أنا رامي أمين، مقيم في المملكة العربية السعودية. حابب إني أحكي عن تجربتي في السفر لتركيا، تحديدا اسطنبول. لكل محبي الأماكن التاريخية والحضارة ومحبي الحياة العصرية الحديثة، أقدر أقول إن اسطنبول ده المكان اللي فيه مزيج ما بين الحضارة والحياة العصرية والحداثة. أنا بعتبر اسطنبول متحف مفتوح، مكان مميز جدا للسياحة وللتعلق بالأماكن. قبل ما أسافر اسطنبول كنت بسأل نفسي بعض الأسئلة. أنا هسافر إزاي؟ يعني من خلال شركة سياحة هي اللي تكون منظمة لي الحجز والطيران والفنادق والأماكن اللي هروحها، ولا من خلال أنا من نفسي أحجز تذاكر الطيران بتاعتي، أحجز الفنادق اللي أنا عايزها، أعمل البرنامج اللي أنا عايزه. كمان كنت بسأل إيه هي الفنادق اللي هنزل فيها؟ يعني هل هي الفنادق ديت قريبة من الأماكن اللي أنا عايز أزورها، قريبة من الأماكن البلد، من وسط البلد يعني. كمان ايه هي وسائل الانتقال؟ يعني هركب ايه بيكون قليل هناك؟ تاكسي، اتوبيس، مترو؟ ايه هي وسائل المواصلات اللي هتبقى متاحه هناك وتبقى في اقل التكاليف، لان انا هتحرك كتير. كمان محتاج، كنت عايز اعرف محتاج كام يوم عشان اقدر اقعد في اسطنبول، اشوف المعالم كلها، بمعنى اصح اتمتع بالمكان. وايه هي افضل اوقات السنه اللي اقدر اكون فيها في اسطنبول. كمان ايه هي المطاعم والاماكن اللي اقدر اشتري منها السلع الغذائيه بتاعتي يعني. وايه هي كمان الاماكن اللي اقدر اتسوق فيه، وخصوصا الاوتلتس، الملابس، الهدوم، الهدايا التذكاريه. كل ده كنت عايز اعرف. كمان كنت بسأل نفسي ايه هي شبكات الاتصال هناك اللي اقدر استخدمها. يعني هل هعمل الخط بتاعي تجوال او رومينج، ولا الافضل ان انا اجيب خط من هناك واستخدمه، وخاصة الانترنت. كمان ايه هي بقى الاماكن اللي المفروض ان انا ازورها واخد فيها صور واتمتع فيها بالذكريات يعني. حقيقة أنا جمعت معلومات كتير أوي، ده نتيجة تجربتي وسفري 3 مرات لإسطنبول تحديدا. مفيش موقع أو مكان أقدر أجمع فيه المعلومات دي كلها. هو أنا حاولت إن أنا أجمعها من أكتر من موقع قبل ما أسافر. فحابب ان انا احكي تجربتي اللي انا مريت بيها، واللي من خلالها مجمع كل تجاربي عن اسطنبول، مجمع الاماكن اللي هتتزار، مجمع الطريق بتاعت السفر، مجمع الاماكن اللي هنشتري منها لبس، الاماكن اللي هنشتري منها هدايا لاصحابنا.